الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا الفيديو فيه. وحشتوني جدا قوي قوي قوي. النهارده بقى جولتنا جديده في الوكاله يوم السبت. جولتنا النهارده مختلفه وحلوه جدا، فيها لبس شتوي طبعا وبلطوهات وبلوفرات وبنطلونات شتوي للبيت. والجوله هتعجبكم جدا جدا جدا. تابعوا الفيديو للاخر، ما تنسوش تحطوا لايك سبسكرايب او اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده بقى الاسعار، في اسعار طبعا عاليه قوي، ميتينات ربعميات، وفي 150، وفي طبعا 75 و85 و50 وخمسة. دي اول حاجه ستاند عندنا كان ب85 جنيه. ده كان ستاند بنطلونات هدوم بيتي شتوي يعني. كان فيه والله حاجات فيه اشكال حلوه، كان في اشكال فيه كتيرة قوي جديدة ومختلفة عن السنة اللي فاتت. وكمان الستاند ده 85 جنيه، يعني مقارنة بالاسعار اللي بقت في الوكالة. الصراحة الوكالة بقت برضو مكان فيه اسعار عالية قوي، بس ستيل مازال يعني لسه في صراحة اسعار كويسة. في ستاند كان ب35 برضو، وده كان ب85 جنيه زي ما قلت لكم في اول الفيديو. كان فيه صراحة اشكال كتيرة مختلفة والوان مختلفة كتير. فزي ما قلت لكم، في ناس بتقول ان الاسعار في الوكاله بقت عاليه، والوكاله ما بقتش زي زمان، ما بقاش موجود دلوقتي 25 و20 جنيه و50 وكده. لا لسه والله فيه، بس هتلاقوا الحاجات الحلوه او الجواكت الحلوه او البلوفرات اللي احنا بنحبها زي من H&M او زارا او كل الماركات ديت، هي اللي بتبقى عالية شويتين. يعني مثلا الجواكت هتلاقوا ب400، وهتلاقوا جواكت هناك ب650، وهتلاقوا كأنكم بالظبط رايحين تشتروا من ستور او محل عادي جدا في مول، مش رايحين الوكالة. ففي اسعار الوكالة بصراحة بدأت تستهبل فيها، وفي اسعار مازال في والله ستاندات. لما روحت النهاردة وكنا عاملين الجولة دي صورتها لكم. لا كان في اسعار حلوه، واشترينا برضو حاجات كتيره. فخلينا مقتنعين يا جماعه ان الاسعار كده كده بتعلى كتير قوي قوي. ودلوقتي الجاكيت بتاع زارا في زارا يعني ب7000 جنيه، انتوا متخيلين؟ فانا شفت الجواكت هناك البامب او الجواكت البلطات الطويله بتاعت الشتاء او الحاجات الترندي اللي احنا بنحبها كبنات وبنحب نلبسها، لقيتها هناك ب400 250 150. فما زالت الاسعار دي كويسه، احسن ما تروحي تجيبي جاكيت من بره في محل او في مول ب1000 جنيه وبيدخل مش بس في 1000 جنيه. يعني احنا دلوقتي عارفين طبعا الاسعار وصلت ل2000 والافات، فانا ليه اروح اجيب جاكيت ب2000 يعني؟ فما زال الوكاله برضو تقدري تنزلي تجيبي منها جواكت حلوه. وانا جبت الصراحه انا واختي النهارده حاجات منها كتير حلوه. وكمان بقوا عندهم يا جماعة طرح كده بتتباع، اللي هي الشاش والطرح اللي هي الكويتي. هناك موجودة ب35 جنيه الطرحة، واشكال وانواع كتيرة جدا. وكمان جبت شرابات حلوة قوي، الشراب هناك ب10 جنيه، وفي حزامة هناك ب20 جنيه. فالوكالة لسه مازال فيها حاجات حلوة، بس اهم حاجة ان احنا بندور كتير زي ما احنا عارفين، وتدوري كويس، عشان في حاجات بتبقى مبقعة، في حاجات بتبقى مقطوعة، وفي اشكال ما بتبقاش حلوة اصلا. فانت اهم حاجه انك تدوري كويس علشان تلاقي الحاجات اللي انت عايزاها. وكده كده زي ما قلت، في اسعار عاليه وفي اسعار واطيه، بس ما فيش أسعار يعني هتلاقوا كده موجود هناك. بس فالجوله ديت فيها حاجات، صورت لكم كذا حاجه، حاولت ان انا انوع اصور لكم حاجات كتيره. بس الفكره ان النهارده السبت، انتوا عارفين يوم الجمعة بينزلوا الحاجات الجديدة، ومن بعد كده تسلسل الأسبوع بتلاقوا الحاجات بدأت تقل، الحاجات الحلوة بدأت ان هي تتاخد. فده كان يوم السبت، كان فيه برضو حاجات حلوة. يعني انا عجبني قوي الستاند ده، كان فيه بنطلونات بيتي كتير حلوة قوي بأشكال كتيرة مختلفة. بس فحبيت اصورها لكم. بصوا بقى، الستاند الاولاني اللي هو بتاع البنطلونات البيتي ده كان تحت الكوبري على طول، اول ما دخلت من على الكورنيش، من اتجاه الكورنيش، لان في طريقتين بتروحي مترو وفي طريق بتروحي كورنيش. فانا كنت رايحه من اتجاه الكورنيش، لو تفتكروا في اول فيديو كنت مصوره لكم. فده الاستندات اللي تحت الكوبري، اول ما بتدخلي من المدخل اللي هو من اللفه اللي عند الجراج بتاع الوكاله، بتمشي شويه بتلاقي يعني استندات كتير قوي كده تحت الكوبري. ده من ضمن الاستندات اللي تحت الكوبري. الستاند ده كان ب50 جنيه، وكان عليه لو تفتكروا اول تيشيرت خالص ده كان شكله حلو قوي، اللي هو بيتي في ابيض، كان شكله كويس. وكان عليه تيشيرتات حلوه، يعني التيشيرتات الخفيفه اللي بتتلبس تحت الهدوم دي. وكان فيه برضو بلوفرات كده شكلها لذيذ زي ده مثلا. وطبعا كان فيه بقى في الستاند ده زي توبس كتيره جدا تتلبس تحت الجواكت تحت الهدوم، بيبقى شكلها حلو. بس هو الستاند ده كان فيه صيفي وشتوي، يعني كان فيه بواقي صيفي او خريفي كده، وكان فيه كمان شتوي زي سواتشيرتات، وزي ما قلت لكم في الاول. طيب يا جماعه، انا نسيت بس اقول لكم ازاي تروحوا الوكاله، عشان نسيت اقول لكم في اول الفيديو. فلو هتروحي الوكاله من اتجاه الكورنيش، بتركبي اي ميكروباص من على الكورنيش، بتقولي ينزلك الوكاله، تمام؟ او بتركبي وتروحي عند ميدان التحرير، ومن ميدان التحرير بتروحي للوكاله.
طيب لو هتركبي محطة مترو، هتنزلي محطة مترو جمال عبد الناصر، وتطلعي من اتجاه بيبقى مكتوب في المترو الاتجاه اللي هتطلعي منه الوكالة، وبعدين بتطلعي بتلاقي في وشك على طول الوكالة، بيبقى تحتيه بيبقى فيه ستاندات. اول ما بتطلعي من محطة المترو فوقيها في كوبري كده انت في الوكالة. تمام، بس كده. ففي طريقتين تروحي بيهم الوكالة. لو حابين انكم انتوا تروحوا الوكالة يوم اللي تنزلي فيه الوكالة وتلاقي حاجات حلوة قوي واسعار، بس الاسعار بتبقى عالية شوية او عالية شويتين يعني، بيبقى يوم الجمعة، عشان يوم الجمعة بينزل الحاجات الجديدة، وبعدين بيبدأ السبت حد اتنين لحد ما فيش وكالة اصلا. فبتبدأي تنزلي السبت او الاتنين تلاتة اربع خميس، بتلاقي الحاجات الحلوة او الحاجات اللي هي شكلها بيبقى حلو بتبدأ ان هي تقل. طيب، اول حاجه الستاند ده عندنا ده كان ب150 جنيه. ده كان فيه بقى براندات كتيره جدا، زي التوب ده اللي هو لوني سيمون، ده كان من زارا، شكله كان تحفه بجد، عجبني جدا. كان ب150 جنيه، بس قماشته كانت حلوه قوي. ده كمان كان بادي اللي هو بيبقى بيزك، بيتلبس تحت الهدوم الشتوي، قصدي تحت الجواكت او كده، بيبقى شكله حلو قوي. ده كان برضو 150 جنيه. فكان في الحاجات دي كلها. انا عارفه ان انتوا هتقولوا مثلا طب ما احنا كنا بننزل وكاله زمان، كنا بنلاقي الحاجات ديت التوبات اللي زي كده بنلاقيها ب50 جنيه وب60 وب70 جنيه. الفكره دلوقتي يا جماعه ان الاسعار عليت في كل حته، فالوكاله بدات برضو تعلى، ما بقتش زي زمان يعني. مش هتلاقوا الاسعار ديت موجوده دلوقتي. يعني الستاند اللي هتلاقيه ب50 هناك في الوكاله دلوقتي هتحتاجي تدوري فيه كتير جدا عشان تلاقي تطلعي بحاجه حلوه. ويا اما هتلاقي يا اما مش هتلاقي. بس لو نزلتي الجمعة بتلاقي ستاندات بتبقى ب50 و60 و70 و85 و90، بيبقى فيهم حاجات حلوة. بس اهم حاجة انك تدوري كويس علشان تلاقي الحاجات الحلوة، لانك لو ما دورتيش كويس هتلاقي الحاجات اصلا ديت بتتاخد بسرعة جدا، عشان بتبقى في الستاندات اللي هي رخيصة شوية، فالناس بتلحق تاخدها قبل ما الناس تيجي. فهو افضل يوم تنزلي فيه بيبقى يوم الجمعة. اي نعم بيبقى زحمة شوية، بس هو بيبقى يوم كويس جدا انك انت تنزلي فيه وتدوري وتلاقي لبس حلو، وتلاقي الحاجات الستايلات اللي انت حابه انك انت تجيبيها. طيب، كان الستاند ده برضو كل الستاندات اللي انا مصورها لكم دلوقتي ديت كلها تحت الكوبري زي ما هي في المكان اللي انا قلت لكم عليه. لو تفتكروا بقى يا جماعه في الفيديو اللي قبل ده، بصوا يا جماعه البلوفر البرتقاني ده عجبني جدا، كان شكله حلو قوي. وكان برضو على الستاند اللي انا وريته لكم اللي انا بصوركم دلوقتي ده اللي هو 150 جنيه، انا ما اتحركتش منه. هتلاقوا بقى في الستاند ده في حاجات برضو لذيذه قوي. المهم كنت قايله لكم قبل كده في الفيديو اللي هو قبل ما انزله، اللي هو قبل دوت، كان في اللي هو كنت منزله فيه المنتجات وكده، اللي انا جربتها وقلت لكم قولوا لي رايكم فيها. اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه، فيديو حلو جدا، كنت مجربه فيه منتجات حلوه قوي. كنت عايزه اخد رايكم لو جربتوها ايه رايكم فيها وكده. وكان في منتجات منهم للشعر وللبشره فادتني جدا، فكنت حابه انا افيدكم معايا. المهم كنت باخد رايكم في الفيديو ان احنا ننزل فيديوهات مش في الوكالة، تبقى فيديوهات مثلا نروح اماكن في العتبة او في الموسكي، كل الاماكن ديت اللي بيبقى فيها محلات ادوات منزلية او محلات زي اجهزة كهربائية او كل الحاجات ديت. كنا حابين ان احنا ننزل نصور لكم في فيديوهات في الاماكن اللي زي كده. فكنت حابة اخد رايكم لو حابين الفكرة ديت ولا لا، عشان عايزين نخرج شوية بره نطاق الوكالة. فحبيت ان انا اخد رايكم لو حابين ان احنا ننزل ونصور هناك، ونصور بقى ديكورات للبيت، كل الاماكن ديت. فكده كده احنا ان شاء الله هننزل. بصوا بقى الستاند ده كده، من اول الستاند دوت كان لما بتمشي شويه قدام بعد الكوبري بتلاقي زكي السماك، بتدخلي الدخله بتاعته على ايدك الشمال، بتلاقي الدخله بتاعته. الشارع بقى اللي هو بتدخليه ده بتلاقي فيه ستاندات كتير قوي. فالستاند ده كان عليه برضو بلوفرات حلو جدا، كان ب75 جنيه. كان عليه التوب ده عجبني شكله اللي هو الهاي كول ده، وكان عليه برضو بلوفرات كتيرة تانية. المهم فكنت عايزه انزل لكم افكار زي فيديوهات زي ديت، وكنت عايزه انزل لكم برضو فساتين سواريه او لبس سواريه من برضو اماكن تكون يعني اسعارها حلوه. فلو حابين الفكره ديت قولولي في الكومنتس تحت على الفيديو، عشان نبدا ان احنا نصور لكم هناك. احنا برضو النهارده عشان نزلنا وكاله كده كده كنا نازلين نشوف الحاجات كده ايه، لان احنا كان بقالنا فتره كبيره جدا ما بننزلش. فقلت ان انا اصور لكم الفيديو دوت. بس كده كده انا مش حابه ان انا ارجع للوكاله، يعني حابه اصور لكم حاجات جديده، نغير في المحتوى شويه وننوع في الفيديوهات. فقولوا لي رايكم في الفكره ديت. برضو انا النهارده بعد ما خلصت وكاله رحت وسط البلد ولقيت هناك فساتين سواريه وبدل فورمال اللي بتتلبس في المناسبات وكده، كان في اسعار حلوه جدا. فبرضو صورت لكم يعني فساتين كده. بصوا البلوفر ده كان من شي ان، كان شكله برضو لذيذ قوي.
بس فكنت يعني صورت لكم هناك كذا صورة الفساتين، ممكن ابقى انظرها لكم في الفيديو اللي جاي. هبقى انزل لكم الفساتين اللي انا بقول لكم عليها دي. كان في هناك فساتين ستايلات جديده وحلوه جدا، سواريه كتير قوي، فكنت حابه برضو ان انا اصور لكم هناك، بس الفكره ما عرفتش فصورت بس الصور كده للفساتين. بس قولي لو عجبكم عامه الفكره ديت، ان احنا نغير شويه او ننوع في محتوى الفيديوهات اللي احنا بننزلها على القناه هنا، بحيث ان احنا يعني نجدد شويه كده ونغير، لانه احنا كان بقالنا فتره كبيره قوي بننزل في الوكاله، و انتوا عارفين الوكاله دلوقتي ما بقتش فيها حاجات حلوه قوي، فانا حابه ان انا بقى نشوف بقى الجنب التاني بقى اللي هو ديكورات البيت، الاجهزه المنزليه، الحاجات بتاعه العرايس دي، نفضل ندور فيها شويه وننوع فيها ونصور لكم فيديوهات فيها. فان شاء الله استنوا بس الفتره اللي جايه كده افكار بتجيلنا كده، هنحاول ان احنا نظبطها، وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. وبس كده. اتمنى تكون الجولة بتاعت النهاردة عجبتكم، كانت جولة لذيذة خفيفة كده، رجوع خفيف كده على الماشي. اتمنى تكون الجولة بتاعت النهاردة عجبتكم، ان شاء الله ان شاء الله نحاول نصور لكم فيديوهات تانية كتير الفترة اللي جاية. بحبكم جدا جدا جدا، وشكرا جدا لكل اللي شايف الفيديو ده وشايف الفيديو اللي قبله. اتمنى تكون الفيديوهات عجبتكم، تنسوش تحطوا للفيديو دوت لايك، وتدعمونا باشتراك او سبسكرايب في الشانل او في القناه، علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش تفعلوا زر الجرس، اهم حاجه علشان يوصلكوا اي فيديو احنا بننزله، عشان لما بتفعلوش ما بيوصلكوش الفيديوهات اللي احنا بننزلها، فبالتالي مش بتشوفوا الفيديوز اللي احنا بننزلها. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.